ايوه تفاهمية. وفي المواد الناتجة من التفاعل اللي هو اكسيد المغنيسيوم بيربط الذرات مع بعضها رابطة ايونية. بيحصل ايه بقى يا جماعة؟ علشان المغنيسيوم يتفاعل مع الاكسجين ويكون اكسيد المغنيسيوم، لازم الرابطة اللي ما بين ذرات الجزيء الاكسجين تنكسر علشان المغنيسيوم يقدر يتفاعل مع الاكسجين، وتتكون رابطة جديدة ما بين اكسيد المغنيسيوم والمواد الناتجة من التفاعل. يبقى حصل حاجتين، خلي بال حضراتكم، حصل كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيء الأكسجين لو المواد المتفاعلة. مش بس كده، لا، وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيء أكسيد المغنيسيوم اللي هو في المواد الناتجة من التفاعل. يبقى تاني حصل ايه؟ كسر. حصل كسر في الروابط الموجودة، كسر في الروابط الموجودة بين ذرات المواد المتفاعلة. حصل ولا لا يا جماعة؟ لازم تتكسر الرابطة دي علشان المغنيسيوم يقدر يتفاعل مع الأكسجين ويكون أكسيد المغنيسيوم. أيوة يا عبد الرحمن، ليك سؤال؟ ايوه مستر، مش فاهم الحتة دي، ممكن بس تحتاج تشرحها لي تاني؟ بس كده من عينيا الاتنين. بص معايا تاني يا عبد الرحمن. المغنيسيوم لما جه يتفاعل مع الأكسجين حصل ايه؟ قال انا مش قادر اتفاعل معاه، لازم تتكسر الرابطة دي. طبعا بالتسخين اتكسرت الرابطة اللي موجودة ما بين ذرات جزيء الأكسجين. كده المغنيسيوم قدر ان هو، بص بشكل ازاي كده اهو، اهو ام جي ام جي، كل ذرة هتتفاعل مع ذرة اكسجين. لكن الاول كان الجزيء دون اهو اللي هو الاكسجين كان ماسك في بعضه، الذرتين بتوعه ماسكين في بعضهم، مش قادر المغنيسيوم يتفاعل معاهم. عشان يقدر يتفاعل مع الذرات بتاع الجزيء الاكسجين لازم في الاول تتكسر الرابطة اللي ما بين الذرات بتاعته. حصل فعلا كده اهو، حصل ايه؟ كسر في الروابط الموجودة بين ذرات المواد المتفاعلة، اتكونت مادة جديدة بروابط جديدة، وتكوين روابط جديدة بين اللي هو الام جي او. ذرات. ايوه، اتكونت بقى روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة من ناتجة من التفاعل. التفاعل. طب يا مستر، يعني ايه هو الام جي دوت ذرتين مغنيسيوم والاكسجين ذرتين، علشان كده الام جي بقى الذرة بقت لوحدها وذرة لوحدها، والاكسجين ذرة لوحدها ذرة لوحدها. ايوه، المغنيسيوم مفعول على اساس ان هو ذرتين مع الاكسجين اللي هو اساسا كده كده الجزيء بتاعه بيتكون من ذرتين، فهتكون 2 ام جي او. ايوه مستر، خلاص انتهى، شكرا. واضحه كده يا عبد الرحمن؟ يبقى انا يهمني جدا تعرف يعني ايه حصل تفاعل كيميائي. حصل تفاعل كيميائي، او يعني ايه تفاعل كيميائي؟ معناه لازم يحصل كسر في الروابط الموجوده بين ذرات المواد المتفاعله. مش بس كده، لا، وتكوين روابط جديده بين ذرات المواد الناتجه من التفاعل. اذا التفاعل الكيميائي بيتضمن حاجتين يا جماعه: كسر في الروابط الموجودة بين ذرات المواد المتفاعلة، وتكوين روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة من التفاعل. مين يقدر يقول لي ايه هو التفاعل الكيميائي؟ اتفضل يا عبد الرحمن. كسر في الروابط الموجودة بين ذرات المواد المتفاعلة، وتكوين روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة من التفاعل. ممتاز يا عبد الرحمن، جميل جدا. قول يا حودة، ايه هو التفاعل الكيميائي يا حودة؟
كسر في الروابط الموجودة بين ذرات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة من ذرات المواد الناتجة من التفاعل. بين ذرات المواد الناتجة من التفاعل. كمان مرة يا زينب، ايه هو التفاعل الكيميائي؟ كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. ممتازة يا زينب، سقف زينب يا جماعة. اسلام، كمان مرة يا اسلام، ايه هو التفاعل الكيميائي؟ كسر في الروابط الموجودة بين ذرات المواد المتفاعلة وتكون روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة من التفاعل. اهو جايب لي هو يا جماعة تعريف: كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. اسمع التعريف ده تاني من عبد الرحمن. هو عبارة عن كسر الروابط الموجودة في المواد المتفاعلة وإنتاج روابط جديدة في المواد الناتجة من التفاعل. برافو عليك، مسافر عبد الرحمن كمان يا جماعة. برافو عليك يا عبد الرحمن، احييك. بصوا يا جماعة، هو طبعا بيوضح لي هنا ازاي بيحصل التفاعل الكيميائي. نفس الكلام اللي احنا قلناه بس بيقولها اهو بطريقته. جايب لي هو المغنيسيوم بيتفاعل مع الاكسجين، دي اسمها مواد متفاعله. يتكون اكسيد المغنيسيوم اصفر ابيض، يبقى دي مواد ناتجه من التفاعل او نواتج. بص حضراتكم كده اهو، بيجيب لي اهو ان في الاكسجين، جزيء الاكسجين بتتكون رابطه تساهميه، علشان يتكون اكسيد المغنيسيوم بتتكون رابطه ايونيه، الكلام اللي احنا قلناه. بعد كده بيقول لي التفاعل الكيميائي هو عبارة عن كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. إذا أسأل ماركو، ويا ريت يكون المايك بتاعه متصلح. لما أقول يا ماركو التفاعل الكيميائي هو عبارة عن كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة، صح ولا غلط يا ماركو؟ ماركو، صح ولا غلط يا ماركو؟ المايك معاك يا ماركو، المايك معاك، اتفضل. لو المايك بايظ ابعت لي على التكست شات ان المايك بايظ. ها يا ماركو، كمان مرة بقول التفاعل الكيميائي هو عبارة عن كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة، صح ولا غلط؟ طيب اسمع اسلام، ها يا اسلام ايه رأيك؟ صح يا مستر. وانت ايه رأيك يا عبد الرحمن؟ معلش يا مستر تاني كده السؤال. ايه رأيك يا اسلام؟ صح. ايه رأيك يا محمود؟ مستر هي هتبقى مستر غلط، لأن مستر حضرتك ما قلتش مستر الجزء التاني اللي هو تكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. نسقف يا جماعة المحمود، تسقيفة جامدة جدا جدا جدا، ونحييه تحية كويسة جدا. احييك يا حودة، قاعد صاحي مش قاعد نايم. التفاعل الكيميائي عبارة عن جزئين، عبارة عن كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة، مش بس كده، وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. يعني حاجتين: كسر وتكوين. كسر في الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة، وتكوين روابط جديدة بين ذرات. تقول التعريف تاني يا ماركو؟